الواندا متروبوليتانو يحتضن لقاء الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم. 176 لقاء سابق، 91 انتصار لريال مدريد، 41 انتصار لأتلتيكو مدريد أو 44 تعادل. الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو ب 22 هدف. قبل المباراة رفض سيميوني التعليق على أي شيء بيتعلق بريال مدريد، واكتفى بالقول بأنه الأداء عند ريال مدريد اتطور على مستوى كرة القدم الجماعية، وقلل من أهمية وصول ألونسو كمدرب، قائلا انه احنا كمدربين كلامنا مش مهم، الاهم هو العمل اللي رح يقوموا فيه اللاعبين في المباراة. فعليا ألونسو قليل الخبرة، 14 سنة خبرة لسيميوني، ولكن خبرة ألونسو اكثر منها كلاعب اكثر منها كمدرب. عندما سئل عن قلة خبرة أردا جولير وهويسن ومستانتونو قال لكل شيء بداية، ويجب ان نلعب المباراة باستمتاع وبنشاط لحتى نحقق نتيجة ايجابية. فهل يتمكن ريال مدريد من تعميق جراح أتلتيكو مدريد وصناعة أسوأ كوابيس الروخي بلانكوس كما تحب الجماهير الملكية أن تقول دائما في لقاءات الديربي؟